علاقة وثيقة جدا ما بين نومك وفرص الإصابة بالسكر النوع التاني. تخيل، يعني لو نومك على مدار اليوم أقل من 6 ساعات أو أكتر من 8 ساعات للبالغين، ده بيأثر على مستوى سكر الدم عندك، وبالتالي ممكن يوصلك للإصابة بمقاومة الإنسولين والسكر النوع التاني. عشان لما نومك بيقل، كل الحاجات دي بتزود هرمونات الجوع زي هرمون الجريلين، وبتقلل هرمونات الشبع زي هرمون الليبتين. وكمان الأشخاص اللي مش بيناموا كويس بيدوروا على الريليف أو الراحة بتاعتهم في الأكل. كل الحاجات دي بتلخبط مستوى سكر الدم. والعكس صحيح، يعني انت لو سكر الدم بتاعك مش متوازن او انت مريض سكر نوع تاني، ده نفسه ممكن يسبب لك أرق. وده لان عدم انتظام مستوى سكر الدم هو نفسه ممكن يسبب لك ان انت عايز تدخل تواليت كتير، حاسس بصداع مستمر، حاسس بعطش كتير، ومزود لك هرمونات زي هرمون الانسولين والكورتيزول. اما بقى لو بتنام كتير والفترة ما بين العشاء والفطار متباعدة جدا وده اسلوب حياتك، ده نفسه ممكن يسبب لك عدم انتظام في مستوى سكر الدم، وده نفسه يسبب لك سمنة، خاصة ان انت معظم اليوم ما انتخ ومفيش نشاط. يبقى نصيحتي ليك عاداتك الغذائية ونوعية اكلك وزيادة معدل حركتك هيظبطوا جدا من نومك. اكلك يبقى غني بالالياف، سواء الالياف دي كانت خضار، بقوليات، مكسرات الى اخره. هقلل كمان النشويات البسيطة، ومواعيد اكل مش متباعدة، ورياضة بانتظام.